ان اضافه كبيره لنادي الزمالك ان حازم امام يقرر ان هو يدخل عالم التدريب. نعم. وانا شايف ان حازم دخله بخطوات صحيحه. خطوات صحيحه. يعني حازم ما دخلش قال لك انا عايز ابقى مدير فني، انا اسمي كبير عايز ادرب. لا، حازم كان ذكي جدا واحنا اتكلمنا مع بعض. حازم شايف ان هو لازم يشتغل مساعد على الاقل سنتين، سنه ونص، سنتين، عشان ياخد خبرات ويشتغل من غير ضغوط ويتعلم كويس قوي ويستفيد من المواقف. وانا في رايي ان ده دور نادي الزمالك. يعني النهارده نادي الزمالك دوره ان هو يقف جنب اولاده. نعم. انا شايف ان حازم محطوط في بوزيشن وفي منصب مناسب جدا ليه. وان شاء الله هيقدر يستفيد الفتره اللي جايه. هو بيتعلم من كل حاجه، من مواقف، من المباريات، من التصرف في المواقف الصعبه، كل حاجه. ده بالنسبه له كانه هيبقى درس يعني طويل المدى ان شاء الله، بحيث ان هو ان شاء الله بعد سنه ونص، سنتين يكون قادر على ان هو يدير فريق لوحده. ودي خطوه طبعا بعد كده حازم يعني هو اللي هيبقى صاحب القرار فيها. لكن انا شايف ان هو كان ذكي جدا بان هو بدأ مشواره بان هو يبقى مدرب مساعد. نعم. رغم ان حضرتك عارف يا كابتن شوبير ان حازم لو قال انا عايز اشتغل مدير فني ممكن يلاقي فرص ان هو يشتغل. نعم. لكن هو يعني اسمه يسمح له بذلك. هو راجل عنده وعي كبير جدا وراجل محلل بقاله سنين، لكن هو فضل ان هو ياخد الخطوات الصح وان هو يبدأ مشواره بطريق صحيح. وان شاء الله ربنا يوفقه. انا متاكد ان حازم عنده وعي كبير جدا تكتيكي، ووعي داخل الملعب وخارج الملعب. ان شاء الله الشغل يعني معانا الفتره اللي جايه في نادي الزمالك هيثقله بشكل كبير جدا، وباذن الله يقدر ان هو في فتره قصيره جدا يبقى مؤهل ان هو يبقى مدير فني ان شاء الله على اعلى مستوى. كابتن محمد يعني من اول واحد انا طلبت، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا طالبين ان احنا يبقى في توازن داخل الجهاز. احنا عندنا ناس مدحت عبد الهادي مدرب بقاله فتره، بقاله 5-6 سنين وبيسير بخطه ثابته. هو مدرب ثالث. محمد صلاح راجل عنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري، وراجل انا اشتغلت معاه قبل كده وبصراحه كنت مستريح. نعم. يعني محمد صلاح كان مريحني في الشغل جدا، وراجل ذكي بيعرف يتعامل مع اللعيبه بشكل جيد. وكوتش محمد صلاح كوتش كوره كويس جدا، بيعرف يدير الوحدات التدريبيه بشكل جيد جدا. ففي كل المواصفات اللي انا محتاجها للناس اللي شغاله معايا. وانا شايف ان محمد صلاح هيكون ليه دور كبير جدا مع حازم برضه كده. كويس. طيب من الناحيه التدريبيه يعني. فاحنا كنا ولما جينا اخترنا الاختيارات بتاعتنا كنا عاملين توازنات انا في رايي ان هي مهمه جدا، وان شاء الله نقدر نوفق فيها. طيب. لا بالعكس، انا يعني انا شايف ان صحيح ان الزمالك خسر بعض من النقاط كان ممكن بسهوله جدا ان هو ما يخسرهاش. لكن الدوري لسه طويل، لسه ماتشات كتيره جدا. التنافس السنه دي مختلف. المنافسين بتوعنا مختلفين. احنا يعني النهارده امبارح بعد مكسب الاهلي امبارح، الاهلي فوق الزمالك بنقطه يعني بنفس عدد المباريات. لسه بدري قوي يا كابتن على المنافسه. مش عايزين نتكلم على اللقب دلوقتي ومين هياخد الدوري. بالنسبه لنا احنا ما بنفكرش فيها خالص. احنا كل اللي بنفكر فيه ان احنا عندنا فريق مميز جدا، فريق محتاج لتنظيم، وانا واثق باذن الله ان انا قادر ان انا انظم الفريق بشكل جيد. نعم. وبناخد مباراه كل خصم نتعامل معاه بالاسلوب اللي احنا شايفين ان احنا المفروض نتعامل معاه بهذا الشكل. وانا شايف ان الكلام على اللقب وكده ما ينفعش ان احنا نتكلم فيه قبل ما يبقى ناقص 10 اسابيع على نهايه الدوري. طيب مستك انك اخر 10 اسابيع تقدر تقول بقى المنافسه تبان مين قريب ومين بعيد. مستك